امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه. انا كنت اول امبارح في المدرسه بدعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي. كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد. مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففاضل اثنين. طب بقول مين زملكاوي؟ فواحد رفع والثاني ما رفعش. بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. يا نهار ابيض، تقيله دي يا كابتن جمال. وبعدين بص بقى 38 من 2 تقيله قوي كمان. الجيل طالع كله خلاص، واضح ان الزمالك الجيل ده ناوي يخليه ينقرض. واحده من اكبر الكذبات اللي بيروجها الزملكاويه، احنا شعبيتنا اكبر في دول الخليج، احنا شعبيتنا اكبر في الدول العربيه. باي منطق وباي اماره هل ممكن تقول ان شعبيه الزمالك ماهيش اكبر من شعبيه الاهلي في مصر لكنها اكبر في الوطن العربي؟ طب تيجي ازاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. اذا كنت انت شعبيتك في بلدك ماهيش الاكبر، فازاي هتكون بره بلدك اكبر؟ باي منطق واي عقل؟ ده اهل بلدك اللي عارفينك ما اختاروكاش في المركز الاول، ازاي الناس اللي بره هيختاروك انت في المركز الاول؟ هي مجرد أكذوبة من ضمن كل الأكاذيب اللي بيروجها الزملكاوية على مدار التاريخ، أكاذيب لا تنتهي. أكاذيب أصل الحكام بيساعدوا الأهلي، أكاذيب أصل شركات الرعاية بتدعم الأهلي، أكاذيب أصل وكالة الأهرام للإعلام جابت البطولات للأهلي، وأكاذيب من نوعية أصل الدولة بتساند الأهلي، وأصل الرئيس أهلاوي، وأصل الوزير أهلاوي، وأصل كلها أكاذيب لا يمكن إن أنت هتسمعها مرة واحدة، ولكن هتسمعها طول العمر. ارجع بالزمن لورا أيام ما كنت طالب في المدرسة، وتعال افتكر الفصل اللي انت كنت فيه. لو بفرض انهم كانوا 30 طالب أو 35 طالب، كان كام واحد فيهم أهلاوي وكام واحد زملكاوي؟ في الفصل ده كان فيه 2 زملكاوية بالكتير قوي. ولو وسعنا الدايرة في الصف الواحد كان فيه كام فصل؟ هنقول 4 في 30 طالب ب120 طالب. لو انت افتكرت ان كان فيهم بالكتير 5 أو 6 زملكاوية يبقى كويس. طب في المدرسة كلها ككل، يعني كل صفوفها، كان في كام طالب أهلاوي وكام طالب زملكاوي؟ وانا لما بقول المدرسة كلها بفترض انه انت في قريتك والمدرسة في بلدك وانت عارف اللي فيها حتى ولو بالسمع. طب تعالى وافتكر كل مدرسينك في المدرسة نفسها كان فيهم كام أستاذ أهلاوي وكام زملكاوي؟ أعتقد نفس الإجابة، كانت المدرسة كلها أهلاوية باستثناء 2. طب القرية اللي انت منها، لو انت من قرية صغيرة معروفة زي أي قرية في أي بلد، عدد سكانها مثلا 5000 أو 6000 إلى 10000، كام واحد فيهم زملكاوي؟ أعتقد هتبقى عارفهم واحد واحد، لأن عددهم قليل جدا وهم بالكتير من 10 ل 20 واحد. ممكن الأرقام تختلف شوية بس مش كتير خالص. تخيل بقى لما انت تكبر وتروح الكلية، تخيل بقى لما انت تكبر وتروح الكلية، وفي الكلية بتروح بلد تانية وبتقابل ناس من بلاد تانية كتير. افتكر ان انت لو كنت سألتهم بنفس الأسئلة اللي انا سألتها لك في اول الفيديو هيجاوبوك بنفس الإجابة، هيقولوا لك ايوه فعلا انا كنت في الفصل كله ما كانش فيه غير واحد بس هو اللي زملكاوي واسمه كذا كذا، لانه عارفه. ما هو القلة بيكونوا معروفين اكتر من الكثرة. وهيقول لك برضه ان المدرسة كلها ما كانش فيها الا الاستاذ ويقول لك اسمه وانه كان هو الوحيد اللي زملكاوي او 2 بالكتير. طب لما خلصت الكلية ورحت الجيش، وانت في الخدمة في الجيش في الكتيبة كلها، ممكن برضه لو اتكلمت في الكورة هيكون نفس المعدل تقريبا، نفس العدد تقريبا. هتلاقي الكتيبة كلها كانت أهلاوية ما عدا 2 أو 3 أو 4 بالكتير. ده كانت عملية إحصاء سريعة جدا لعدد الزملكاوية في البلد. ولو مش مصدقني اسأل نفس الأسئلة لنفسك سواء كنت أهلاوي أو زملكاوي، وهتجاوب نفس الإجابات اللي أنا قلت عليها. وبعد ما تسأل نفسك وتجاوب، روح اسأل حد تاني بنفس الأسئلة بالظبط وهتاخد نفس الإجابات بالظبط. قيس عليها شعبية الأهلي والزمالك في مصر كلها بلا استثناء، وسيبك من خط القناة. خط القناة اللي عرفتهم كلهم وسألتهم طلعوا أهلاوية هم كمان، لكن حتى لو افترضنا إن كل خط القناة زملكاوية، فما تنساش إن عدد خط القناة قليل جدا مع احترامنا ليهم طبعا. يعني لما تيجي تكلمنا عن إسماعيلية وتقول لي إن إسماعيلي وجمهور الإسماعيلي بيحب الزمالك أكتر ما بيحب الأهلي، فحتى لو بفرض إن ده حقيقي، ما كل إسماعيلية عدد سكانها معروف. ولو مش مصدق اسأل أو دور على الإنترنت. بعد كل اللي قلنا ده،
لما يكون دي شعبية وحجم نادي الزمالك في بلده اللي هي بلدنا طبعا مصر، لما يكون ده وضعه في مصر، هل هيبقى له شعبية بره بلده؟ بيدعي الزملكاوية إن الزمالك شعبيته أكبر من الأهلي في الدول العربية أو في دول الخليج، والحقيقة إن دي واحدة من الكذبات اللي بيروجوها على مدار التاريخ زي كل الكذبات اللي روجوها طول عمرهم. بل إن القلة اللي شجعت الزمالك أو بتشجع الزمالك في الدول العربية، أنا متأكد إن هي أكيد شجعته بس من باب التعاطف مع الضعيف. ناس بتصحى كل يوم على أخبار تتعلق بإن الأهلي كسب أو توج ببطولة أو إنه كسب الزمالك أو أهلي مفيش غير الأهلي. فبعض من انحازوا للزمالك أكيد كان من منطلق إن هو انحياز للغلبان، لا أكتر ولا أقل، حاجة كده على طريقة الأفلام. ولما كلنا دايما بنتعاطف مع الضعيف في أي فيلم لمجرد بس إحساس بالتعاطف معاه، حاجة بالظبط كده على طريقة الأفلام العربي لما كلنا كنا دايما نتعاطف مع الإنسان اللي بيبدو ضعيف في الفيلم حتى لو كان خارج على القانون، ولكن لمجرد إنه ظهر في موقف ضعف أو في موقف صعب علينا فيه فبنتعاطف معاه. ده وصل بيهم الحال إنهم قالوا إن بلاتر أهلاوي، بلاتر اللي هو كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. فبأي منطق إذا أنت شعبيتك في البلد اللي أنت منها أقل بكتير جدا 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 من شعبية الأهلي، بأي منطق هيكون شعبيتك بره أكبر؟ كل المقالات اللي بتكتب في الصحف العربية عن الأهلي أو عن الكرة المصرية بتبجل النادي الأهلي. فبأي منطق أنت شعبيتك جوه بلدك مش المركز الأول، فإزاي هتكون هي المركز الأول في بره بلدك؟ أنا أفهم إنه ممكن يكون أي نادي في العالم له شعبية بره بلده لأنه بيحقق بطولات، طب أنت بطولاتك أقل. أفهم إنه ممكن يكون ليك شعبية لأنه ناديك بيطلع نجوم عمالقة بيصولوا ويجولوا في الملاعب الخارجية. بالتأكيد الملاعب الخارجية بتشهد لعيبة الأهلاوية أكتر. انت لو تطلع عن الصحف العربية كلها وتحاول تقرأ مين كتب ايه عن الأندية المصرية، هتجد ان كل المقالات اللي بتكتب في الصحف العربية بتبجل النادي الأهلي. آلاف المقالات بتكتب من دول العرب عن الأهلي وعن أساطير الأهلي وعن نجومه. اكتب بس شعبية الأهلي في جوجل واتفرج على اللي هيطلع. في ماتشات السوبر المصري اللي اتلعبت في السنين اللي فاتت في الإمارات، لو تبص على المدرجات بتكتشف إنها تم امتلاء مدرج الأهلي بالكامل، ومدرجات الزمالك بتكون 3/4 فاضي وشكلها منور أبيض يا ورد. ففين الشعبية اللي بتتكلموا عليها؟ من إمتى كانت شعبيتك أكبر؟ وإيه الأسباب؟ إذا كانت شعبيتك في مصر أصلاً لا تساوي أكتر من 20%، وأنا أقصد 20% من مشجعي الكرة. بالتأكيد مش كل الشعب بيتابع كورة أصلاً، ولكن أنا بتكلم على الرياضيين، الناس اللي بتتفرج على كورة ومهتمة بيها وبتهتم بالأهلي والزمالك. مؤكد بنسبة 1000% إن شعبية الأهلي أكبر بكتير جدا جدا جدا. انت لو رحت الأقاليم ورحت للمدن، حتى المدن اللي ليها أندية بتلعب في الدوري، وسألتهم انت أهلاوي ولا زملكاوي، ممكن يقول لك أنا بشجع الاتحاد السكندري ولكني أهلاوي. كل الصعيد وكل المدن وكل الناس بتشجع نادي مدينتها زائد الأهلي، وقليل من يشجعون الزمالك. قاعدة مفيش فيها شك، واللي ينكرها يبقى مش بيشوف غير بعين واحدة. في الفيديو ده اخترنا نستعرض مقال كتبه كاتب يمني للصحفي اليمني محمد العولقي. كتب مقال بعنوان الأهلي سور إفريقيا العظيم، وكتب المقال ده بعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة على حساب الوداد المغربي. فكتب يقول: عندما رفع قائد الأهلي المصري وحارسه الأمين محمد الشناوي الكأس 11 على مستوى دوري أبطال إفريقيا في الدار البيضاء، سألت نفسي لماذا يحدث هذا مع النادي الأهلي دون غيره؟ لماذا حياة هذا النادي كلها بطولات وتتويجات وقرنفالات وأفراح حتى الموت؟ لماذا الحمض النووي لبطولة دوري الأبطال لا يعترف إلا بأبوة النادي الأهلي دون غيره؟ لماذا هو بالذات يملك ما لا يملك الآخرون؟ بأي ماء وسماد ترتوي تربة هذا النادي الناجح في فنون الإدارة الرياضية؟ ولماذا هو النادي الوحيد الذي يصغي لنهر النيل العظيم فيتجدد ويأتي بما لم تأتي به الأوائل؟
بالتأكيد المسألة في هذا النادي الكبير الذي خرجت من عباءته جميع الأندية الأهلاوية في الوطن العربي ليست فقط جينات يتوارثها الأبناء من الآباء مع تعاقب الأجيال فحسب، لكنها قد تكون مسألة كريات دم حمراء تسبح في الدم، قانونا أحمر صارما يسري على الجميع ويضع النادي فوق كل الحسابات الشخصية والخاصة. مسألة تعاقب الأجيال في النادي الأهلي تسير بدقة الساعات السويسرية، ففي الوقت الذي لا تزال فيه أندية إفريقيا والشرق الأوسط تقيس الإدارة الرياضية بظل الشمس غالباً أو بالساعة الرملية في أحسن الأحوال، نجد النادي الأهلي قد تجاوز هذا المفهوم بمبادئه وقانونه وصار يسبق الآخرين بسنوات ضوئية كثيرة. هل أدلكم على الفرق الجوهري بين النادي الأهلي وغيره في الوطن العربي؟ حسناً، لن أفشي هنا أسراراً حربية أو عسكرية، لأن الإجابة تتعلق بطبيعة الأشياء. ففي الأندية العربية والإفريقية يأتي رؤساء الأندية من فوق، وفي الغالب تلعب الوجاهة القبلية أو اللون السياسي دوراً في تحديد هوية هذا النادي أو ذاك، إلا النادي الأهلي فجميع رؤسائه جاءوا من تحت مظلة النادي ومن وسط عامة الشعب، ولم يصلوا لسدة مجلس الإدارة إلا بعد أن كافحوا في الملاعب المفتوحة والصالات المغطاة. والنادي الأهلي عندما يقرر الفوز ببطولة فإنه لا ينتظر معجزة من السماء، ولا يمارس طقوس دعاء الوالدين أو مناشدة قارئة الفنجان، بل الأهلي وسائله غير التقليدية التي تبقيه نسرا محلقا فوق القمة العالية من دون أن يكون من بينها الاستعانة بالعفاريت أو جن سليمان. وإذا كان كلامي لا يقنعك وتشك في أن سر الأهلي باتع، فيمكنك استخلاص نموذجية الأهلي من صورتين معبرتين لا يمكن لعينيك التقاطهما إلا إذا نظرت للأهلي بعين الإعجاب. الأولى تتعلق برئيس النادي كابتن محمود الخطيب الذي تخلى عن برستيج التتويج مفضلا تسليط الأضواء على رئيس البعثة الكابتن حسام غالي، ثم تلا هذا التنازل لقطة إيمانية معبرة حين ضبطته الكاميرات وهو يصلي في مقصورة الملعب. والثانية لحظة تنازل قائد الأهلي وحارسه محمد الشناوي عن ميداليته الذهبية لمصلحة زميله الحارس الواعد مصطفى شوبير في مشهد جسد حقيقة التكافل بين اللاعبين، خصوصا وقد كان شوبير نجم فريقه في مباراة الذهاب بالقاهرة. الوصول للقمة سهل ومتاح بين الحين والآخر، لكن الاحتفاظ بها لسنوات وسنوات صعب وشاق، وعدد نادر من الأندية في العالم حققت هذه المعادلة الصعبة. وبدون مجاملة أو نفاق يمكن اعتبار النادي الأهلي نموذجا فريدا في البقاء متمسكا بالقمة طوال عمره المديد الذي يقارب 116 عاما. دعونا لا نذهب بعيدا حتى لا ندخل النادي الأهلي في مقارنات مجحفة مع غيره، فالذين يعتبرون الأهلي ريال مدريد إفريقيا والشرق الأوسط يرون في الأهلي نسخة طبق الأصل من ريال مدريد في دنيا الإدارة الرياضية الناجحة والفاعلة والفعالة. ومن يؤمن بأن الأهلي فصيلة نادرة لها ظروفها وواقعها الموضوعي ويتعامل معه كما لو أنه نادي خال من العيوب مخطئ بالتأكيد، لأن الأخطاء في النادي الأهلي موجودة، فالكمال لله وحده، لكنها أخطاء سطحية لا ترى بالعين المجردة سرعان ما يتم تلافيها، وتضمحل في مهدها قبل أن تطير إلى صحافة المتربصين بالأهلي. وما أكثر الكؤوفيين الذين يخلقون بالحبة الأهلي قبة، لكن من دون أن ينجحوا في اختراق منظومة الأهلي الإدارية. هناك حقيقتان في النادي الأهلي لا يمكن لأي كائن من كان أن يقفز عليهما أو يمر عليهما مرور الكرام. من الممكن أن تكون قويا وذا نفوذ في بلدك وقارتك، لكن إذا دخلت في مقارنة مع النادي الأهلي ستشعر أنك أمامه لا شيء، وستسقط أمام موسوعة أرقامه بالضربة القاضية دون مقاومة. الثانية
من الممكن أن تكون ناديا غنيا بازغ الثراء تلعب باليورو والدولار في مختلف ملاعب العالم، لكن حتى لو امتلكت مال قارون وجلبت كل نجوم الدنيا فلن تبلغ مرتبة الأهلي يوما، ولن تصل إلى ربع إنجازاته محليا وقاريا وعالميا. أحب دوما أن أكون قريبا من سطح النادي الأهلي، لأن مشاهدته لا تندرج على مخاطر صحية، كما أن الحياة الصاخبة في النادي الأهلي دليل حياة ووجود، كما قال الفيلسوف ديكارت ذات يوم: الأهلي فقط موطن الأفراح طارد للأتراك. يقبل الجميع على مبارياته بوجوه مبتسمة ونفوس يملأها التفاؤل، فالمتعة الحمراء مضمونة، والفوز بعرق أبطاله مضمون لا نقاش فيه. وعندما تنتهي متعة 90 دقيقة تتحول القاهرة إلى نافورة فرح حمراء لا نظير لها حتى في كتب ألف ليلة وليلة. لماذا النادي الأهلي وحيد زمانه وفريد عصره وأوانه؟ السر الذي لم يعد سرا أن غاية النادي الأهلي الكبرى بناء الإنسان المصري القادر على صنع مقومات النجاح. وفلسفة نادي القرن تنبعث من إيمان راسخ يقول بالصوت والصورة: إن المبادئ والوطنية جناحا النهضة ومفتاح التألق الدائم على كافة الجبهات. هناك أندية عربية وغربية لها تاريخ لا جدال في ذلك، لكنها عندما تقف أمام تراث وأمجاد الأهلي سور إفريقيا العظيم تشعر أنها أمام التاريخ نفسه وجها لوجه، من دون أن يكون في هذا التوصيف فسحة نفاق أو بساط مجاملة. يرتدي الجميع روح النادي العريق بعيدا عن تناقضات الطبطبة والمجاملة والتدخلات في الشأن الفني، كما يحدث في أندية كثيرة لا ينقصها إلا الروح الحمراء الأهلاوية، فتذهب ريقها وتتشتت أيديها. هل تابعتم مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا خطوة خطوة ومباراة مباراة؟ هل عشتم نفس القلق الإيجابي مع البداية المرتبكة والخسارتين من الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي؟ هل رأيتم كيف تجاوز الأهلي تلك البداية متجاوزا قرم الإبرة نحو آفاق الفضاء الواسعة؟ هل رأيتم كيف عالج الأهلاوية أخطاء البداية بالقدرة على أن يكون الكل في واحد والواحد في الكل داخل الملعب وخارجه؟ وكما أن الانتصارات داخل الملاعب روح ولياقة ومهارة وتكتيك، فهي قبل هذا طموح وخيال جميل لا يغفل تفاصيل الحرص. وتلك هي شخصية النادي الأهلي التي يتسلح بها، ثقة تهزم الخوف وتتحدى الصعاب من خلال المزاوجة المتناغمة بين الحرص وبين الشجاعة. وإذا كان للنادي الأهلي إدارة واعية ملتزمة تؤمن بتكامل الأدوار، فللأهلي أيضا جمهور وفي ومخلص وغيور غيرة إيجابية. وما يميزه عن بقية جماهير الأندية الأخرى أنه يدرك وسائل تحقيق التوازن النفسي والمعنوي للاعبين قبل وفي أثناء وبعد كل مباراة. اقرأوا كلامي مرات ومرات وستكتشفون سر عظمة النادي الأهلي، إنها ستضعون الفواصل بين ناد وزنه ملايين الملايين وأندية أخرى لا تساوي مليما في بورصة الإدارة الرياضية الناجحة. انتهى المقال، وبالتأكيد مفيش أي تعليق عليه لأنه مفيش أروع من الكلام ده. ونروح بقى لحكاية جميلة جدا ومقال جميل جدا اتكتب في جريدة العرب القطرية عن الأهلي. عنوان المقال: تعلموا من الأهلي كبير العرب وإفريقيا، واللي كتبت المقال دكتورة زينب المحمود في جريدة العرب. كتبت الدكتورة زينب المحمود وقالت: كتبت مؤخرا ولأول مرة بحياتي مقالا يتعلق بالشأن الرياضي. كان فوز العربي بكأس سمو الأمير هو الدافع أن أترك الكتابة مؤقتا عن عشق الأبدي بحور الشعر وجماليات لغة الضاد، فضلا عن القضايا الاجتماعية المختلفة التي أتناولها في مقالاتي. لقد رأيت كم الفرحة بالشارع القطري لفوز ناد جماهيري ببطولة، وهو ما يعكس قيمة الأندية الشعبية ودورها في فرحة الناس. الحقيقة أن ردة الفعل الإيجابية على مقالي شجعتني على تكرار التجربة. إذا كان العربي أكثر أنديتنا جماهيرية قد فتح شهيتي للولوج إلى دنيا الرياضة،
فلماذا لا أكتب عن كبير العرب وإفريقيا، صاحب الشعبية الجارفة على امتداد الأمة من محيطنا الثائر إلى خليجنا الهادر؟ نعم، سأكتب عن النادي الأهلي، وحينما أذكر الأهلي فإنني أقصد الأصل الذي خرجت منه وتيمنا به عشرات الأندية التي تحمل اسمه في كثير من بلاد العرب. قبل نحو 3 سنوات كنت أجلس مع أسرتي أمام قناة الكاس، حيث كانت تنقل مباشرة من مطار حمد الدولي لحظات وصول بعثة الأهلي المصري إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. لقد هالني ما رأيت، حشود جماهيرية غفيرة تنتظر الفريق في المطار. يخرج أول فرد في البعثة، رجل وقور يمشي بخطوات واثقة والجموع تهتف له بيبو بيبو، بينما هو في تواضع غير مصطنع يطلب منهم عدم الهتاف لشخصه والهتاف للنادي وللبعثة ككل. من يكون هذا الرجل حتى يتم استقباله في المطار بهذا الحب الكبير الذي هزني من داخلي؟ سألت عنه وسمعت الكثير والكثير. إنه محمود الخطيب، أسطورة من أساطير الأهلي على مر العصور. وحينما تصف جماهير النادي أحدا بالأسطورة فإن اللقب لا يعكس فقط مهارته وعطاءه الرياضي، بل لا بد أن تسبقه الأخلاق. ولذا ظل الخطيب محتفظا بجماهيرية جارفة رغم اعتزاله اللعب منذ أكثر من 3 عقود. ظل خلالها يخدم ناديه بإخلاص حتى وصل إلى مقعد رئيس النادي. وما أدراكم برئاسة ناد يقول أصدقائي المصريون إن مشجعيه يمثلون بين 80 إلى 90% من أهل المحروسة، بينما يتطرف آخرون مازحين إن كل مصري يولد فإنه بالضرورة يكون أهلاويا. بالنسبة للخطيب أو بيبو كما يلقبونه، فقد رأيت فيديوهات له في الأيام الخوالي حين كان يلعب. إن شئت الدقة أقول بعين المتفرج إنه أحد أمهر من يداعبون الكرة، وإن شئت الحديث بعيون الشاعر فسأعتبر أنه كان يقدم على المستطيل الأخضر تابلوهات من فنون وقصص وإبداعات. أما عن الأهلي وقيمته، فإذا كانت شهادة المصريين فيه مجروحة، فإن شهادة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم هي شهادة الحياد. لقد قرأت تصريحات لسعادته قبل شهور حينما زار مقر النادي الأهلي في القاهرة، ذكر فيها أنه فوجئ بكم الإنشاءات في النادي والتي تتم بمجهوده وتسويق اسمه، وأن أي لاعب أو فرد من جمهور الأهلي عليه أن يفخر أنه ينتمي إلى هذا النادي الكبير. لو تحدثت عن الأهلي وما عرفته عنه فلن تكفيني المساحات، لكن باختصار هو منظومة نجاح متكاملة تقوم على عمل مؤسسي منذ 116 سنة، والنتيجة ليست فقط في تسيده الساحة الإفريقية ولا كونه الثاني عالميا في البطولات القارية، ولكن كمؤسسة عملاقة لها حاليا 4 فروع كبرى على الأراضي المصرية، وستفتتح خلال أيام الفرع الخامس، وهو ما لا يتوافر لأي ناد في المعمورة، ولذا يتسابق عليه الرعاة من كبرى الشركات والعلامات التجارية ليكون اسمهم مقترنا باسم الأهلي. الواجب علينا كعرب الاستفادة من هذا النموذج الناجح والمنظومة الإدارية الرائعة. وعاش الأهلي الذي صرت واحدة من عشرات ملايين محبيه، وسيكون بالتأكيد ضمن أجندة زياراتي في مصر الحبيبة. انتهى المقال اللي بجد مقال يشرف ويحسسك يعني ايه النادي الأهلي وقيمته، وبرضه بيؤكد وبيدحض إحدى الكذبات اللي بيروجها الزملكاوية واللي بتقول إن هم أكثر شعبية في الخليج. وأنا معرفش هم ازاي أكثر شعبية في الخليج وهم أصلا في بلدهم مش أكثر شعبية، لكنها واحدة من الكذبات اللي دايما بيرددها الزملكاوية، لأنهم كالعادة بيقنعوا نفسهم بحاجات مش موجودة ولا أصل ليها، لكنهم بيحبوا يعيشوا دايما في الوهم. واستمرارا للمقالات الجميلة اللي بتكتب عن النادي الأهلي في الصحافة العربية ومن اليمن ومن قطر إلى الإمارات، كتب الصحفي السوداني عصام هجو مقال بعنوان أهلي كل القرون، وقال فيه:
يستحق الأهلي المصري أن نطلق عليه لقب أهل القرن وكل القرون، نظراً لإرثه التاريخي العظيم من حيث تحقيق الألقاب، ومن واقع تميزه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، كونه وصل إلى نهائي البطولة 16 مرة، حقق خلالها اللقب 11 مرة، فضلاً عن تتويجه بكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، ومرة لكأس الكونفدرالية، و8 لكأس سوبر إفريقيا، وهي أرقام جديرة بمنح الأهلي لقب نادي القرن وكل القرون. النادي الأهلي المصري هو الأكثر تمثيلاً للقارة الإفريقية في كأس العالم للأندية، ورغم ذلك تفضل جماهيره أن تردد نادي القرن، ويكاد يكون النادي العربي الوحيد الذي لم تلتصق باسمه وصف العالمي، ذلك الوصف الذي اعتادت كل الجماهير أن تمنحه لأنديتها عندما تشارك في مونديال الأندية، ولكن الأهلاوية ظلوا متمسكين بلقب نادي القرن لأنه يعني لهم الكثير، ويعود ذلك إلى أن الأهلي من الأندية التي تقودها ثقافة البطولات بالتوازي مع المبادئ، تلك المبادئ التي لا يحيد عنها النادي، والدليل على ذلك استمرار الطريقة نفسها التي كان يقود بها صالح سليم وحسن حمدي النادي الكبير، والآن يسير على خطاها النجم الكبير محمود الخطيب. ولولا اختلاف الأسماء لما تخيل أحد أن إدارات الأهلي تتغير في ظل تغير الأسماء وثبات المبادئ الأهلاوية السمحة، حيث شاهدنا قوة الشكيمة والإرادة والثقة بالنفس، فلم يهتز المارد الأحمر عندما خسر بالخمسة من صن داونز، بل زادته الخسارة قوة وشق طريقه إلى التتويج بالبطولة، حتى أثبت للعالم أن الكبير كبير. لم يكتفي الأهلي بمواصلة كتابة التاريخ لنفسه فحسب، بل سطر المجد لمدربه السويسري كولر، فنال الإشادة ورفع القبعة على ما قدمه مع الأهلي، حيث قاده للتحليق ب4 بطولات في 9 شهور، وسيضاف لها الدوري خلال أيام قليلة ليكون هو البطولة الخامسة في موسم واحد. ويظل صور هاتريك البطولات رقماً مميزاً في مسيرة المدرب السويسري، وأيضاً في مسيرة الفريق الأحمر الذي لم يكن في أفضل حالاته بنسخة هذا الموسم من دوري الأبطال، ولكن قدره أنه الأهلي كبير القارة الذي يظل مطالباً من قبل جماهيره العريضة بالفوز بكل بطولة أياً كانت ظروفه، ولا عذر له عن عدم إحراز البطولات، أو على الأقل الوصول إلى النهائيات القارية. أما البطولات المحلية في مصر فهي بطبيعة الحال مصبوغة باللون الأحمر في الغالب الأعم، وليس أدل على ذلك من فوزه ب42 بطولة للدوري، وسيضاف لها النسخة 43 في هذا الموسم، وهو رقم أكثر من ضعف ما حصدته الأندية المصرية مجتمعة. ما فعله الأهلي في هذا الموسم تخطى خانة الإنجاز واقترب من الإعجاز، لأنه عندما كان يمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده بدور المجموعات، في الوقت الذي كان فيه صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني يملكان 12 نقطة و8 نقاط، وكان الأهلي خارج حسبة التأهل تماما، انتفض المارد الأحمر وفاز بكل مبارياته، وصعد على حساب الهلال الذي فرط في التأهل، وبناء عليه أصبحت فرصة الأهلي بيده، ولكن بشرط الفوز على الهلال بأكثر من هدف، فيما التعادل يصعد بالهلال ويطيح بأهل القرن، إلا أن الأهلي لم يسمح له بذلك في القاهرة، وعاد الفريق السوداني إلى معقله في أم درمان بخفي حنين. مبروك لأهل الدنيا مواصلة حصد الإنجازات لأم الدنيا، وحظاً أوفر لوداد الأمة النادي المغربي الكبير بطل النسخة الماضية كونه أبلى بلاء حسناً، ونتمنى له حظاً أوفر في المرات القادمة. وتتوالى المقالات والكتابات الصحفية المختلفة في مختلف الجرائد في الدول العربية ومن مختلف الجنسيات اللي بتتغنى بالنادي الأهلي وإنجازاته وعظمته في كل وقت وفي كل مكان، اللي بتؤكد إن الحمد لله النادي الأهلي في مكانه ومكان لوحده تماماً، وإنه دايماً رقم واحد، وإن الشعبية ما بتجيش من فراغ، وإن الإنجازات ورا الإنجازات هي سبب عظمة النادي الأهلي.
آخر حاجة بقى هنستعرض مقال كتبه شخص زملكاوي اسمه تامر شوقي، متابعينه كتير ومتفاعل بقوة على السوشيال ميديا. كتب بعد ماتش الأهلي والإسماعيلي وقال: أنا عايز أتكلم عن ماتش الأهلي والإسماعيلي ولكن مش من وجهة نظر رياضية خالص. أصلا الأكاونت ده ما بيتكلمش في الكورة ولا الماتش ليه في اسكندرية ولا في التحكيم ولا في الفار ولا أي تعليق رياضي. أنا عايز أتكلم عن الروح. العيل في بطن أمه عارف إن الأهلي خلاص خد الدوري، وإن بيراميدز منافسه الوحيد لو عمل عجين الفلاحة آخره المركز التاني. إيه الروح دي؟ ليه الأهلي نازل بيقاتل كده عشان يكسب؟ ليه اللعيبة واخدة الفوز ضرورة ومنهج؟ ليه ما تحسش في أي لحظة إن الأهلي ممكن يخسر الماتش؟ ليه بعد ما الأهلي جاب الجول مصر كلها بقت عارفة إنه خلاص ال3 نقط بقوا مضمونين؟ ليه في الدقيقة 97 الأهلي الفريق الكسبان هو اللي بيهاجم ومش بيدافع؟ منين الروح دي؟ منين الاقتناع باللعب القوي طوال ال90 دقيقة؟ منين الرغبة العارمة في الفوز والفوز والفوز حتى لو الفوز لن يؤثر على شيء؟ أنا عايز أعرف سر الخلطة. أنا عايز أعرف الإعداد النفسي للأهلي عامل إزاي، وده مش من النهاردة بس، ده من يوم ما اتولدت ومن قبلها كمان. إحنا في بلدنا عايزين نفس الروح دي، عايزين نفس العقيدة، عقيدة الفوز وضرورة الفوز طول الوقت، عقيدة الالتزام طول الوقت، عقيدة الثقة المطلقة في النصر، عقيدة إننا الأبطال وهنبقى الأول مهما حصل. أنا محتاج المعد النفسي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي يكون مستشار لرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء. محتاج يطلع لي ناس زيه كده مليانة حماس وانتماء وثقة ورغبة، ووزعهم على كل هيئات البلد. هنكسب الماتش وهنكسب الدوري وهنكسب أفريقيا. أنا محتاج الشعب كله يبقى عنده الروح دي. هنختصر سنين وسنين في مسيرة العودة الشاقة لهذا الوطن المنكوب. برافو فعلا، ماليش دعوة بالرياضة، أنا أصلا زملكاوي، أنا هنا بتكلم سياسة بس خلاص. وانتهى المقال على كده، وأنا ما عنديش أي تعليق تاني. شكرا ليكم، تحياتي.